لو عايزين تعملوا صابليه ناجح من أول مرة بمكونات كلها اقتصادية وكلها في البيت وطعمه أحسن من أحسن محل دقتي فيه الصابليه قبل كده، يبقى الفيديو دوت ليكي. فيديو مش هياخد في ايدك أصلا 10 دقايق. اتفرجي عليه واحكمي، ولو ما عجبكيش اطلعي من الفيديو. بس أنا متأكدة اللي هيعجبك. كملي الفيديو لحد النهاية. وقبل ما تبتدي الفيديو يا ريت تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسيش اللايك ها. وكمان ما تنسيش تروحي تشوفي الطريقة بتاعة الغريبة والكحك كحك العيد الناعم. معانا بقى كل المكونات السهلة. بجد أنا عمري ما شفت مكونات سهلة كده. معايا 500 جرام من الزبدة، وأنا مستخدمة هنا زبدة فيرن. انت ممكن تستخدمي زبدة بلدي أو نيوزيلندي، وممكن تستخدمي زبدة فيرن زي ما أنا استخدمت بالظبط، وممكن تستخدمي الاتنين على بعض. ضروري إن الزبدة يا جماعة تكون بدرجة حرارة الغرفة، وأنا استخدمت المكونات بطريقة 3-2-1، يعني 3 دقيق 2 زبدة 1 سكر، والسكر يكون بودر والدقيق يكون منخول. أهم حاجة بقى إن الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة هي والبيض. معانا زبدة، معانا بيض، معانا دقيق، معانا فانيليا، معانا سكر بودر. تمام. دلوقتي أخدنا 500 جرام من الزبدة، حطينا عليهم 250 جرام من السكر البودر، فضلنا نضرب فيهم ياما 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 لحد ما بقى القوام بتاعهم لونه ابيض كده زي ما انتوا شايفين. ممكن تضربي بمضرب، ممكن تضربي بايدك. انا كان عندي مضرب ولكن حبيت اضرب بايدي علشان اشوف النتيجه هل هتنفع ولا لا، وفعلا طلعت ممتازه. معايا البيضتين بدرجه حراره الغرفه ضروري جدا علشان ما يخليش الزبده تخرز معايا. هحط بضايه ومعاهم كيس من الفانيليا، ولما تختفي خالص هنزل بالبيضه التانية وبرضو اضرب حبه كمان لدرجة لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعضها وما يبقاش فيه أي أثر للبيض. تمام. لحد كده احنا ماشيين مع بعض كويس جدا. أنا استخدمت 750 جرام من الدقيق اللي هو كيلو إلا الربع. تمام. واستخدمت 500 جرام من الزبدة اللي هي نص كيلو، واستخدمت 250 جرام من السكر البودر اللي هو ربع كيلو. تمام. عايبيهم بأي طريقة. أنا ما عندي كوباية كده ربع كيلو عايبت بيها، مش لازم خالص ميزان، مش لازم. عايزه اقول لك كمان تركه، احنا بنضيف حبه حبه الدقيق لحد ما بنلاقي عجينه السابليه بقت حلوه معانا، اللي هي ولا سايحه قوي ولا اللي هي ناشفه قوي. عايزه اقول لكم ان انا بس بلم العجينه مش بعجنها يا جماعه، لاني لو عجنتيها الجلوتين هيخلي العجينه ناشفه يابسه. لكن احنا لا، احنا بنلمه بس العجينه لحد ما تتكون معانا عجينه السابليه. وعجينه السابليه بتبقى يعني اجمد من البيتي شويه. شفتوا عجينه البيتي لا، هي اجمد منها شويه. ممكن تعملي كده كام شكل وتدخليه الفرن. لقيتيها ساحت او فرشت او تزودي كمان شويه دقيق. تمام. لحد كده اعملي بقى بالاشكال اللي انت عايزاها على كيفك. انا كان عندي القطاعه ديت، والقطاعه دي منصحش بيها. في قطاعات كده تانية شكلها صغير بتتباع، القطاعه ب5 جنيه تقريبا. هاتيها واعملي بيها. بس هي الاشكال في الاخر انا ظبطتها الحمد لله يعني، وكانت شكلها روعه في الاخر. ولكن هي غلبتني شويه. انا يا جماعه فردتها الاول ما بين كيسين وحسيت ان هي هتغلبني قوي، فعلى الرخامه كده حطيت نقطه دقيق صغنطوطه خالص وبدات اعمل عليها افرد العجينه بمقدار نص سنتي او اقل شويه، واقطع بالقطاعه وحطيتها. ما سبتهاش بقى ولا في تلاجة ولا في اي حاجه. بعدين رصيتها في الصاج او في الصينيه او في اي حاجه، ودخلتها في فرن متوسط، درجه حراره متوسطه، في الرف الاوسط بالظبط ربع ساعه، يعني حرارة أقل من المتوسطة سنة. أنا بقى هنا يا جماعة حشيتها نوتيلا. انتي ممكن تحشيها مربى مش هتبقى خطيرة. تمام. لكن أنا كان عندي نوتيلا قلت هحشيها نوتيلا. بصراحة طعمها فظيع والله، يعني بجد أنا يعني كلفتها وتعبت فيها مجهود ومحشي على الفاضي. لا، انتي بقى ممكن تجيبي تحشيها مربى مشمش. انا كنت عايزه اعمل كده برضو، وان شاء الله في طريقه تانية هتنزل لكم هعملها لكم بمربى المشمش، عشان انا خلاص ادمنت الصابليه. انا اول مره اعمله ادمنته. آه وبعدين بقى ممكن بقى تزينيها بشوكولاته خام، هتبقى رخيصه جدا مش هتبقى غاليه. شوكولاته خام بالحليب، اللي هي ممكن تجيبي سما بالحليب، حلوه جدا.
وعملت بقى كل الكميه بنفس الطريقه، ان انا احط الشوكولاته افردها بالسكينه كده. طبعا انا الشوكولاته النوتيلا يا ريتني كنت عملتها اصلا بالسكينه من الاول، يعني اخدت من العلبه كده ومش عارفه انا ايه اللي خلاني احطها في كيس، ما علينا. وبدات ان انا اعمل، احطها وافردها بالسكينه والزقهم في بعض، وهكذا لحد ما خلصت كل الكميه. طبعا بقى من فوق التشكيل اللي هو من فوق برضو براحتك، انا بقول لك من فوق ممكن تحطي شوكولاته اللي هي بالحليب اللي هي سما دي حلوه. انا حطيت شوكولاته يعني بالحليب مشهوره جدا. آه سيحتها كده على حمام مائي وحطيت نقطه زيت عشان تديها لمعه، وبدات ارصها كده زي ما انتم شايفين، واحط بقى فيها اي مكسرات، اي مكسرات عندك، ما عندكيش هتبقى شكلها تحفه. عايزه اقول لكم ان انا حطيتها في التلاجة بعديها شويه بس عشان تمسك الشوكولاته، نص ساعه بس، بقت روعه. والله يا بنات والله لازم تجربوا الطريقه دي، طريقه والله العظيم تحفه. وانا مش هقول لكم حاجه، انا بقول لكم انا اول مره اجربها، انا مش هقول لكم حاجه غير اني يعني لو باظت منكم ادعوا عليا، بس هي ان شاء الله مش هتبوظ. انا بقول لكم اول لما تعملوها جربوا في شكلين كده، دخلوه الفرن، ما لقيتوهاش فرشت ولا لقيتوا فيها اي حاجه، تمام يبقى انتوا شغالين صح. لقيتوها فرشت مثلا او كبرت او اتشققت، يبقى انتوا مثلا عايزين دقيق تاني، شققت انتوا عايزين زبده تاني، تمام. بس هو المقادير اللي هقولها لكم بالظبط بالظبط مش هتختلف يعني. 750 جرام من الدقيق منخول، عليهم 500 جرام من الزبده، عليهم 250 جرام من السكر البودر، يعني كيلو الا ربع دقيق، نص كيلو زبده، ربع كيلو سكر بودر. ممكن تقسمي المكونات وتجربي في نص المكونات بس. هنا بقى بعد ما طلع من التلاجة ورصيته، وهم بجد وهم، يعني عايزه اقول لكم ان هو اصلا ما قعدش، يعني كله اتاكل اساسا، يعني ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. لا لا، حاجه كده. انا بجد انا دقت يعني الصابليه ده في محلات كبيره والله بجد، واسم ده خطير خطير. ما تنسيش بقى بعد كل اللي انا عملته ده تدعميني باللايك والشير والسبسكرايب، علشان بجد الوصفة ديت ممتازة. شايفين شكله حلو ازاي؟ بجد بجد كل اللي ضاقه قال لي انت لازم تعملي لنا. لو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسيش يا قمر تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب، ما تستخسريش فيا اللايك، وتكتبي لي كمان كومنت حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.